السلام عليكم، اهلا بكم حبايبي. فيديو جديد على قناة كروشيه ام انس. في فيديو النهاردة ان شاء الله هنتعلم طريقة عمل الشنطة الجميلة اللي احنا شايفينها دي. شنطة عبارة عن 3 قطع وبنشبكهم مع بعض. ال3 قطع اللي احنا شايفينهم قدامنا دول قطعتين باللون الاسود وقطعة باللون الجراي. انا اشتغلتهم بطريقة بيضاوية، لكن من الطرف التاني طريقة مستقيمة، يعني اشتغلتهم بشكل مستقيم. القطعة الواحدة عبارة عن طولها 50 سنتي، وبعد كده بنبدأ نشكلها وتدينا شكل الشنطة، وكمان بنشتغل الجوانب. ولو جينا شفنا شكل الشنطة من الداخل، أنا ركبت لها كده 3 كباسين من الكباسين الجلد علشان تبقى أمان أكتر. طبعا لو حابة تركبي كبسونة واحدة في المنتصف مفيش مشكلة، أو كمان 2 في الجوانب، يعني طريقة الكباسين دي وخياطتها زي ما تحبي. الشنطة استهلكت معايا 400 جرام من خيط المكرمية المصري. تقدري تستعملي أي نوع خيط متوفر عندك، سواء مكرمية قطن أو سلسلة. وتعالوا على طول نبدأ ونشوف طريقة الشغل. الأدوات اللي هستعملها لتنفيذ الشنطة، هستعمل مع خيط المكرمية المصري إبرة مقاس 4.5. طبعا تقدري تنسقي الألوان زي ما انت حابة، ممكن تعملي ال3 شرايط دول أو ال3 جهات من الشنطة ب3 ألوان مختلفة. هحتاج ولاعة وإبرة التنظيف، وكمان هحتاج جنشين زي دول، سواء ذهبي أو فضي باللون اللي انت مستعملاه في الشنطة. هستعمل ماركر وال3 كباسين الجلد دول زي ما احنا شايفين. اوكي، وكمان هستعمل لوجو، وهستعمل دلاية كده شكلها لذيذ. كل الاكسسوري دي اكيد ده شيء طبعا بيرجع لك. هبدأ شغلي ب50 سلسلة. هعمل الاول عقدة البداية، تمام، وهبدأ ب50 سلسلة. مش هنضيق ايدينا قوي واحنا شغالين، علشان هنشتغل طبعا في قلب السلسلة دي في الطرفين كده. 2 3 4 5 6 7، وهكملهم لحد ما يبقوا 50 سلسلة. اوكي حبايبي، تمام كده اشتغلت 50 سلسلة، والسلاسل بتاعتي مرتاحة مش مشدودة، علشان انا هشتغل جواها في الطرفين. بعد كده هرتفع سلسلة اللي هي ارتفاع غرزة الحشو، وبعدين هروح على الغرزة اللي بعدها على طول. هفوت بقى السلسلة اللي انا ارتفعتها وهشتغل غرزة حشو. هنتقل على الغرزة اللي بعدها على طول وهشتغل غرزة حشو. الغرزة اللي بعدها برضو غرزة حشو. انا بشتغل في الحلقة اللي فوق للسلسلة. كل غرزة بقى هتقابلني من السلاسل دي اللي انا اشتغلتها هشتغل جواها هنا في الفتلة اللي فوق غرزة حشو. هستمر بنفس الطريقة فوق كل السلاسل لنهاية السلسلة. تمام كده حبايبي، اشتغلت 50 غرزة حشو فوق ال50 سلسلة، وباقي معايا اخر غرزة اهي اللي هي الغرزة رقم 50 هنشتغلها مع بعض. هدخل في السلسلة دي وهشتغل 4 غرزة حشو. فدي كده الغرزة الاولى، وهنعلم الغرزة الاولى عشان ما نتلخبطش ونعرف التزايد بتاعنا بعد كده هنشتغله فين. فهحط ماركر كده في اول غرزة حشو من ال4، وبعدين هشتغل كده 2 3 4 غرزة حشو. وبرضو في الغرزة الرابعة هنا اللي انا اشتغلتها دي هحط فيها ماركر كده. يبقى انا خلاص حددت ال4 غرز تزايد اللي عندي، اللي هما هيدوني الدوران القلاب من الشنطة. بعد كده بقى على الطرف التاني للسلسلة كل غرزة هتقابلني هشتغل غرزة حشو واحدة بس. فدي كده معايا بالنسبة لي اول غرزة. الغرزة اللي بعدها برضو غرزة حشو، وهنتقل على الغرزة اللي بعدها وهشتغل غرزة حشو. الغرزة اللي بعدها، وهكذا بنفس الطريقة. كل حلقة هتقابلني أو كل غرزة هشتغل فيها غرزة حشو، ونسيب الماركرات دي زي ما هي هتفضل مستمرة معانا لنهاية الشغل. أنا هكمل شغلي على مدار القطعة كلها لحد النهاية. تمام كده حبايبي، اشتغلت لحد النهاية غرزة حشو واحدة بس فوق كل غرزة. هنا
اخر غرزة على السطر هنزل تحت الحلقتين كده وهشتغل برضو غرزة حشو. الطرف ده بقى مفيش فيه دوران ولا اي حاجة، انا مجرد هقلب الشغل بتاعي كده وهبدأ على طول من غير اي ارتفاعات، مش هاخد سلسلة ارتفاع ولا اي حاجة عشان حجم القطعة ما يكبرش معايا. فاول غرزة هنا هتقابلني تحت الحلقتين هشتغل اول غرزة حشو، وتحت الحلقتين اللي جنبهم غرزة حشو. كل غرزة هتقابلني هشتغل غرزة حشو بطريقة طبيعية اهو بشكل منتظم عادي جدا. التزايد معانا بس هيبقى في الجهة التانية اللي هي فيها الماركرات. هكمل شغلي لحد ما اوصل هنا لبداية الماركر. وصلت للغرزة اللي فيها العلامة، فهشيل العلامة وهشتغل في نفس الغرزة اللي كان فيها العلامة تزايد، يعني 2 غرزة حشو في نفس المكان. فكده 1 2 تمام. وعلى طول قبل ما انسى احط العلامة تاني مكانها في اول غرزة، اول غرزة حشو من الاتنين اللي انا اشتغلته. اوكي، هكمل في كل غرزة بعد كده في الدوران هتقابلني هشتغل تزايد. الغرزة اللي بعدها اللي عليها الدور دي على طول هشتغل فيها برضو 2 غرزة حشو. بصوا انا بدخل بالابرة تحت الحلقتين، فهشتغل كده 1 2 في نفس المكان. هنتقل على الغرزة اللي بعدها برضو تحت الحلقتين اهو زي ما احنا شايفين، وهشتغل 2 غرزة حشو 1 2 تمام. هتقابلني الغرزة الرابعة اللي كان فيها الماركر، هبدأ أشيل الماركر وهشتغل برضو مكانها تزايد 2 غرزة حشو 1 2. وعلى طول قبل ما انسى والغرز تضيع مني هحط الماركر هنا في آخر غرزة من غرز التزايد. يبقى إذن أنا أصبح عندي 8 غرزة حشو كده، لأن اشتغلت في كل الغرز تزايد. فوق كل غرزة حشو 2. أنا كان عندي في البداية 4، دلوقتي بقوا 8 لأني اشتغلت فوق كل غرزة تزايد. نحافظ جدا يا بنات على الماركرات دي، ما نشيلهاش خالص طول شغلنا لحد ما نخلص. بعد كده كل غرزة بقى هتقابلني على مدار السطر كله غرزة حشو واحدة بس. هستمر كده بنفس الطريقة لحد ما اوصل لنهاية القطعة. ولما بوصل لنهاية القطعة بدون اي ارتفاعات او اي سلسلة بقلب الشغل على طول وبشتغل غرزة حشو برضو فوق كل غرزة. لما اجي اقلب الشغل كده مش برتفع اي سلسلة، اشتغل غرزة فوق كل غرزة لحد ما بوصل برضو لمكان الماركرات هنا. وبرجع التزايد عندي بيكون ازاي؟ مكان الماركر هنا بشتغل غرزة حشو واحدة بس وبعدها غرزتين تزايد، غرزة حشو واحدة بس وبعدها تزايد، والغرزة اللي بعدها غرزة حشو واحدة بس وبعدها تزايد. يعني بشتغل بطريقة تسلسل الدايرة العادية جدا اللي احنا متعودين نشتغلها علشان يترسم معايا الشكل البيضاوي ويبقى فلات كده ومفرود. وبعدين الدور اللي بعده او السطر اللي بعده برجع اشتغل نظام التزايد عندي بيكون غرزة واحدة بس، غرزة واحدة بس وبعدين تزايد، يعني بزود غرزة فردي في كل سطر. لكن الطرف التاني من القطعة بيبقى مفرود مفيش فيه اي دوران او اي تزايد، مجرد ان انا بشتغل غرزة فوق كل غرزة وبقلب الشغل وبرجع تاني لمنطقة الدوران. الموضوع سهل جدا، يعني عشان ما نطولش وقت الفيديو دي هتبقى القطعة دي مستقيمة معايا كده او مستطيلة، يعني ما فيهاش اي دوران او تزايد. ولما بوصل هنا عند القطعة بشتغل تسلسل التزايد العادي جدا، وهشتغل بنفس الطريقة حوالي 4 أو 5 راوندات وهنرجع نشوف شكل القطعة النهائي. تمام كده حبايبي، اشتغلت القطعة الجراي اللي انا اشتغلتها معاكم بنفس الطريقة اللي وضحتها، وكمان زودت قطعتين من اللون الاسود. لو حابة طبعا انتي تعملي كل قطعة لون مفيش مشكلة. شايفين قد ايه الدايرة او الشكل البيضاوي ده فلات خالص ومستقيم اهو، بصوا. والقطعة من هنا فلات برضو ومستطيلة اهو بنفس طريقة التزايد اللي انا وضحتها. هتشتغلي كده حوالي، انا اشتغلت في كل قطعة 5 سطور، ومن هنا الشكل مفرود اهو زي ما احنا شايفين. وجهزت عندي ال3 قطع كده تمام، بقوا جاهزين على التشبيك. هبدأ بعد كده اجيب الماركر وهثبت بقى كل قطعة جنب التانية. اول غرزة من القطعة دي انا بثبت من الناحية المستقيمة الاول، لازم يكونوا الغرز مقابلة لبعض بالظبط عشان القطعتين يبقوا قد بعض.
وطول القطعة الواحدة من دول 50 سنتي. تمام كده. هاجي عند القلاب بقى اللي هو هيبقى منطقة القلاب، القطعة البيضاوية دي، واحاول اظبط على قد ما اقدر علشان يكونوا على استقامة واحدة. وبالماركر برضو بشبك غرزة من هنا وغرزة من هنا. انا طبعا كل ده بثبت او بشبك على منطقة الوش، لكن لما اجي اخيط الشنطة او اثبتها مع بعض، هنثبتها مع بعض على منطقة الظهر. كل ده طبعا هنشوفه دلوقتي، بس على قد ما اقدر بمسك الغرز مع بعض. تمام كده. بثبت الغرز قدام بعض كده بحيث ان القطعتين يبقوا متماسكين وما يتهزوش مني اثناء ما انا بشبك. القطعة التالتة برضو على قد ما اقدر برضو هثبتها كده على نفس الاستقامة برضو باستعمال الماركر، ولازم الماركر ده يبقى على استقامة دي كده. اوكي. ولو حابة تستعملي المسطرة تحطي المسطرة وتشوفيهم على استقامة واحدة او لا، او ممكن المزورة، مفيش مشكلة. كده خلاص حطيت ماركرات على قد ما اقدر. انا لسه على منطقة الوش. هبدأ بقى في التشبيك، فهقلب الثلاث قطع كده على منطقة الظهر، لان انا محتاجة اثبت بإبرة التنظيف على منطقة الظهر علشان ما يبقاش الخياطة بتاعتي باينة. هجيب إبرة التنظيف اللي هي البلاستيك العادية دي والضم فيها الخيط. انا هخيط باللون الاسود، وهاخد غرزة من هنا وغرزة من هنا، بس هحاول اتوه بس بداية الخيط كده بين الغرز الاول علشان ما يبقاش باين، وممكن ابقى ألسع الطرف بالولاعة. هبدأ بقى في التشبيك. هاخد فتلة، الفتلة اللي هي اللي فوق. بصوا طرفين الغرزة ليها طرف قدامي اهو وطرف ورا. انا هشبك من الطرف اللي قدامي على طول، بحيث انه الطرف الخلفي ده هيبقى هو اللي فيه الوش بتاع الشنطة، علشان يبقى الخياطة بتاعتي نظيفة وما يبقاش باين. هنا بقى العكس، هاخد الطرف اللي بعده، يعني الطرفين بتوع الغرزة اللي هم اللي فوق، هم هيبقوا واضحين بالنسبة لي. لما اقلب الشنطة على منطقة الظهر هيبقوا واضحين. هروح للفتلة اللي بعدها او الغرزة اللي بعدها على طول، هاخد الفتلة اللي فوق دي او الغرزة اللي فوق دي، وهنا والغرزة اللي فوق من هنا، الحلقة اللي فوق من هنا والحلقة اللي فوق من هنا من الناحية التانية. تمام. هرجع تاني لنقطة البداية، لأول غرزة مريت من خلالها بالإبرة، وهرجع أثبتها تاني أو أخيط عليها تاني عشان القلاب عندي يبقى متماسك أثناء استعمال الشنطة. وهرجع برضو للغرزة اللي بعدها، يبقى أنا بخيط من خلال الحلقتين اللي فوق دول، هنا الحلقة دي والحلقة اللي قدامها. أنا مش باخد الحلقتين مع بعض للغرزة يا بنات، أنا باخد حلقة واحدة من هنا وحلقة من اللي قدامها على طول، وهثبت كويس، ولا أشد إيدي قوي ولا أخليها مرخية قوي، أخلي إيدي يعني تثبت الغرز كده بشكل حلو، بشكل مظبوط. وارجع تاني حلقة من هنا وحلقة من هنا، أكني بسرج عادي أو بخيط خياطة عادية. بصوا شايفين الشكل. ومن هنا برضو لو جينا ضمنا القطع على بعض كده مش هتبقى باينة الخياطة ولا متلاحظة. تمام. هكمل بقية التثبيت بنفس الطريقة في كل الغرز. هاخد فتلة من هنا وفتلة من هنا لحد نهاية القطع خالص، وبعد كده بلسع الخيط بالولاعة وببدأ أشبك القطعتين التانيين بنفس الطريقة وبنفس النظام بالظبط. تمام كده. أنا خلصت تثبيت الثلاث قطع مع بعض. أنا كده على منطقة الوش خلاص عدلت الشنطة بقى. بصوا قد إيه الشغل جميل ومتناسق ومش باين الخياطة بتاعتي خالص، لأن أنا خيطت على منطقة الظهر. هبدأ بقى أطبق الشنطة كده وهشكلها عشان أشوف شكلها.
تمام. بصوا قد ايه شكلها رقيق جدا وجميلة اهو. هتطبقي الشنطة كده علشان بناء على كده انت هتبدأي تحددي الجوانب. انا هبدأ اشتغل قطعتين للجوانب، بس اهم حاجة تحددي قطعة الجنب او ترسمي الشنطة بتاعتك الاول قبل ما تبدأي تعدي السلاسل اللي هتبدأي من خلالها شغل الجنب. انا هنا عديت الغرز، طلعوا حوالي 18 سلسلة. فانا بخصم 3 سلاسل، بسيب 3 سلاسل لان انا هرتفع 3 ادوار او 3 راوندات، وهبدأ شغلي ب15 سلسلة. ايا كان عندك ايا كان عدد الغرز اللي موجودة عندك هتخصمي منهم او هتطرحي منهم من 3 ل4 سلاسل. فهبدأ الجنب ب15 سلسلة. تمام كده حبايبي، اشتغلت ال15 سلسلة، وبعد كده هبدأ اشتغل راوندات بقى من غرز الحشو. هقيس السلسلة كده لازم تطلع اقصر شوية من الجنب اللي عندي، لان هشتغل عليها ادوار. هشتغل مثلا دورين او 3، هرتفع سلسلة، هفوت السلسلة اللي انا ارتفعتها، هروح للسلسلة اللي بعدها وهشتغل 1 2 3 4. ده كله في نفس المكان، 4 غرز حشو في نفس المكان، وبرضو على طول هنعلمهم بالماركر علشان ما نتلخبطش ونعرف اماكن التزايد بتاعتنا فين، زي ما عملنا بالظبط في شغل جسم او قلاب الشنطة. اوكي حبايبي. بعد كده الحلقة بقى اللي فوق لكل سلسلة هشتغل فيها غرزة حشو. كل سلسلة من دول في الطرف العلوي هشتغل غرزة حشو، وهستمر بنفس الطريقة على مدار ال15 سلسلة كلهم. وصلت للجزء التاني، الطرف التاني من السلسلة، اشتغلت اهو غرزة حشو. هبدأ نفس اللي عملته في بداية السطر هعمله برضو هنا، هشتغل 4 غرزة حشو في نفس المكان. فكده 1، وعلى طول بعلمها علشان منساش. وبعد كده دي الغرزة التانية في نفس المكان، الغرزة التالتة في نفس المكان، الغرزة الرابعة. وفي الغرزة الرابعة بحط ماركر كمان. يبقى أنا كده خلاص عرفت غرز التزايد بتاعتي فين. بعد كده على طرف السلسلة التاني هشتغل في كل غرزة غرزة حشو. الحلقة اللي بعدها أو الغرزة اللي بعدها غرزة حشو، واللي بعدها هكذا هشتغل غرزة حشو في كل غرزة هتقابلني لحد ما اوصل لمكان الماركرات التانية اللي انا بدأت بيهم شغلي هنا. وصلت لمكان ما بدأت أول تزايد اشتغلته اللي هم كانوا عندي 4 غرزة حشو، وال4 غرزة حشو دول هحولهم ل8 غرزة حشو. هشتغل تزايد في كل الغرز، بس الأول بقفل بغرزة منزلقة، وبعد كده برتفع سلسلة عشان أبدأ راوند جديد في نفس المكان اللي أنا موجودة عنده هنا. همر بالإبرة وهشتغل 2 غرزة حشو في نفس الغرزة هنا، دي الغرزة الأولى، وعلى طول بعلمها قبل ما انسى. الماركرات دي ما تفرقش الغرز عندك خالص علشان ما تنسيش أماكن التزايد فين. في نفس المكان هنا تاني غرزة حشو. الغرزة اللي بعدها تزايد برضو 2 غرزة حشو في نفس المكان، 1 2. تمام. الغرزة رقم 3 هنا برضو تزايد 1 2 في نفس المكان. الغرزة رقم 4 بشيل الماركر، بشتغل 2 غرزة في نفس المكان، 1 2، وعلى طول بحط الماركر تاني مكانه علشان الراوند الجديد اعرف انا هشتغل فيه. تمام كده. شايفين الدايرة او الشكل البيضاوي؟ بصوا حلو وفلات ازاي. لو اشتغلتي عدد التزايد بشكل مظبوط وبطريقة صحيحة هيديكي شكل مفرود وفلات، وهيبقى الشغل بتاعك صحيح ومظبوط. غرزة حشو واحدة بس بعد كده فوق كل غرزة لحد ما بوصل هنا وبشتغل تزايد بنفس الطريقة اللي اشتغلتها.
غرزتين 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 حشو عشان يبقوا 8 معايا 8 غرز حشو في نهاية الراوند. وبعدين برجع اكرر واشتغل غرزة حشو واحدة بس فوق كل غرزة على الضلع بتاع القطعة، ونرجع نكمل. خلصت التزايد والشغل بنفس الطريقة اللي وضحتها. انا هنا اكتفيت بسطرين 2 بس، يعني 2 راوند. حسيت انه يعني الجوانب هيبقى شكلها كده ألطف وأشيك. لو حابة تزودي راوند كمان تخليهم 3 مفيش مشكلة، هيديكي كمان مساحة أوسع للشنطة. أنا هنا مكان متانية الشنطة علمت بماركر أهو علشان أعرف أنا هخيط أو هركب القطعة بتاعتي بتاعت الجوانب الشنطة إزاي. لضمت بقى، سبت كده طرف من الخيط بعد ما خلصت شغل القطعة الجوانب ولضمتها بإبرة التنظيف، وهاجي أثبتها كده عندي. بصوا إزاي بقت نفس مقاس الجنب اللي عندي بالظبط، لأن أنا عدى غرزي مظبوط. هبدأ أسرج كده أو أخيط تحت الحلقتين بقى عادي. هخيط كده تمام. هنزل على الغرزة اللي بعدها تحت الحلقتين من هنا وتحت الحلقتين من، يعني معايا 4 حلقات على الإبرة، تحت الحلقتين بتوع جسم الشنطة والحلقتين اللي في الجوانب. وهرجع للغرزة الأولى خالص اللي أنا بدأت بيها علشان أثبتها أكتر. تمام بالشكل ده. هروح للغرزة اللي بعدها، همر بالإبرة تحت حلقتين من جسم الشنطة والحلقتين التانيين المقابلين ليهم اللي هم بتوع الجوانب أو اللي على القطعة بتاعة الجنب. تمام. هرجع للغرزة اللي بعدها، غرزة عكس التانية كده، أو غرزة راحة وغرزة جاية بالطريقة دي. عايزة تخيطي في نفس الاتجاه برضو مفيش مشكلة، وممكن كمان تثبتيهم بإبرة الكروشيه وبغرزة المنزلقة. يعني طريقة التثبيت دي كلها بترجع لك، وكلها في الآخر واحد طالما بتثبتي بشكل متين وكويس. هكمل تثبيت، وطبعا القطعة دي هتلف معايا كده، هتبقى داير ما يدور علشان نشكل القاعدة بتاعة الشنطة بالطريقة دي. وهمر من الجهة التانية برضو لحد ما اوصل لنهاية القطعة، وبنفس الطريقة اللي هركب بيها القطعة دي برضو هركب بيها القطعة الجوانب المقابلة بالظبط. خلاص كده ثبت الجوانب بنفس الطريقة اللي وضحتها بالخياطة او بالسراجة، ومش باينة خالص اهو عندي، والجنب التاني برضو كذلك. تمام كده، هو ده بقى شكلها. الخطوة اللي بعد كده هجيب بقى الكباسين. انا هركب 3 بيبقوا قطعتين كده زي ما احنا شايفين. لو حابة زي ما وضحت تركبي واحدة بس في المنتصف او 2 في الجوانب مفيش مشكلة، بس انا عاوزاها تبقى امان اكتر. فهجيب القطعة الجلد دي وهستعمل الابرة والفتلة الرفيعين العاديين بتوعنا دول بتوع الخياطة. هظبط القطعة كده، ومن خلال الثقوب اللي موجودة عندي في القطعة الجلد هبدأ أثبت كده بغرز صغيرة مش متلاحظة. تمام. وهنتقل على الثقب اللي بعده، يعني سراجة عادية أو خياطة عادية. أكيد كلنا طبعا بنعرف نخيط الكبسونة الجلد مفيش فيها أي مشكلة. ولما بخلص القطع اللي في القلاب دي ببدأ أثبت القطعة التانية المقابلة ليها، قطعة المغناطيس في جسم الشنطة نفسه. خلاص كده أنا ثبت ال3 كباسين اللي هم دول اللي في القلاب، وال3 قطع التانية المقابلة ليهم برضو في جسم الشنطة أهو الشكل اللي احنا شايفينه ده، علشان تبقى سهلة الفتح والقفل معانا. وعندي هنا برضو ركبت 2 جنش في جنب الشنطة، قطعة الجوانب اللي احنا اشتغلناها ضمتهم على بعض وركبت فيهم الجنشات. تمام بالطريقة اللي احنا شايفينها دي. انا هنا اشتغلت يد للشنطة بطريقة سهلة جدا علشان ما ضيعش وقت الفيديو. هي كلها بغرزة الحشو مفيش فيها اي مشكلة خالص ولا اي صعوبة. انا اشتغلت سلسلة طولها 120 سنتي، يعني 1.20 سنتي. اشتغلت دورين من غرز الحشو باللون الجراي،
يعني اشتغلت دورين من غرز الحشو، سطرين. وبعد كده بدأت أمشي على السطرين دول باللون الأسود بغرزة المنزلقة. تمام، زي ما احنا شايفين كده سطرين بس من اللون الجراي، وعدت عليهم داير ما يدور بغرزة المنزلقة باللون الأسود. لو انت حابة مثلا تعكسي تبدأي شغل اليد باللون الأسود وتمشي عليهم باللون الجراي مفيش مشكلة برضو. تنسيق الألوان ده شيء طبعا أكيد بيرجع لك. هبدأ أثبت بقى بالإبرة والفتلة بالخياطة بإبرة التنظيف. هثبت القطعة اللي هي قطعة اليد في الجنش، لأنه طبعا قطعة اليد عريضة على الجنش فمش هتقدر تمر من خلال فتحة الجنش دي بسهولة، فاحنا هنكتفي ان احنا نثبتهم كده مع بعض. وبالخياطة هنبدأ نخيط، سواء هتعملي بإبرة التنظيف والخيط المكرمية بنفس الخيط اللي اشتغلنا بيه الشنطة، أو ممكن تشتغلي تثبتيه بالخيط اللي هو الشفاف البلاستيك اللي بنخيط بيه بطانات الشنط. هتخيطي بقى كده كذا غرزة رايح جاي. هدخل كده همر بالإبرة من الفراغ بتاع الجنش، وبعدين هدخل في الفراغ في يد الشنطة، غرزة من يد الشنطة وغرزة من الفراغ بتاع الجنش، لحد ما بتأكد ان هو اليد بقت متماسكة وثابتة وكويسة، علشان طبعا مع الاستعمال وما تيجي تشيل الشنطة تبقى متماسكة. هملاها بقى خيط، وكذلك هخيط بنفس الطريقة الجنب التاني، ونرجع نشوف الشكل النهائي للشنطة. وتمام كده حبايب قلبي، خيطت الناحيتين او الطرفين بتوع يد الشنطة، وزي ما احنا شايفين متينة اهو، متماسكة جدا معايا اهو. وكده بتعتبر الشنطة بتاعتنا خلصت النهاردة. فاضل بس اخر خطوة ان انا هركب الدلاية في الجنش. فهجيب الدلاية كده وحاول اثبتها هنا في الجنش. تمام كده حبايبي، شنطتنا الجميلة النهاردة خلصت. بتمنى يا رب تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا من الشرح. بشكركم جدا لحسن متابعتكم، ولو عجبتكم شكل الشنطة ما تنسوش تدوسوا لايك وتكتبوا لي كومنت حلو. ميرسي جدا انكم بتتفرجوا عليا. بشكركم جدا في نهاية الفيديو. استنوني ان شاء الله في فيديوهات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.